السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتكم وصفات خديجه. نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم طاجين بالبطاطس والطماطم بواحد التتبيله اولا شرموله اللي كتجي لذيذه بزاف. كنحتاجوا كميه من البطاطس كيف ما كتشاهدوا. كنديرها في الماء، كنوضع لها شويه ديال الملحه وكنرجعها فوق النار. كنخليوها ماشي طيب نص طياب، تقريبا غير كيف كيبدا الطياب كنطفيو عليها باش غير نبغيو نقطعوها ونديروا لها شربوله ما تعجن ليناش. كنخليوها شويه شاده راسها غير كتوجد لينا كنصفيوها وكنخليوها تبرد. باش نوجدوا الطاجين غادي نحتاجوا البطاطا اللي سبق لينا وجدنا، جوج حبات ديال الطماطم اللي كنقطعوهم دوائر، جوج فصوص من الثوم، ونص حبه ديال الفلفل الاحمر، ربيطه ديال القزبور، وطريف ديال الحامض مصير، او يمكن لكم تستعملوا واحد 3 ديال المعالق من عصير الليمون الطبيعي. وكنحتاجوا كميه من زيت الزيتون. انا هنا كنطيب بزيت الزيتون، يمكن لكم تبدلوها بالزيت اللي كتطيبوا بها نتوما. غادي نحتاج للتوابل نص معلقه ديال الكمون، الابزار والملح على حسب الذوق، لان كاين اللي ما كيعجبوش يكثر من الابزار، ونص معلقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر. هنا في اناء كنقطعوا البطاطس دوائر، كناخذ طحانه كندير فيها الفلفل الاحمر وكنحتفظ بالقليل للتزيين. كنزيد الحامض المصير والقزبور، شويه ديال زيت الزيتون، ثوم، وكنضيف جميع التوابل. كنطحن كل شيء مزيان، وهذه هي شرموله ديالنا. من بعد ما كنطحنها دابا كناخذ الدوائر ديال البطاطا اللي سبق ليا وقطعت، كندهنهم بشويه ديال الزيت غير باش نضيف لهم شرموله ونكون كنحركهم يبقاو محافظين ليا على الشكل ديالهم. من بعد كنزيد شرموله وكنبقاو نحركو غير بشويه. كنحتفظ بواحد شويه ديال الشرموله، من بعد غادي نزيدها للطماطم وكنخلطو هكذا غير بشويه. هنايا كناخذ طاجين كندير له زيت الزيتون وكنستف عليه الطماطم، من بعد كندهنها اولا كنوزع عليها داك شويه ديال الشرموله اللي احتفظت بها. كنزيد هنا شويه ديال الماء وكنخلي واحد شويه ديال الماء حتى نجمع به داك الشرموله اللي بقات ليا في الاله اللي طحنت فيها باش حتى حاجه ان شاء الله ما تضيع. وهنا كنستف البطاطس، من بعد كنزيد هاد شويه ديال الشرموله اللي جمعتها بالماء كنزيدوها غير في الجنب، وكنزينوها من الفوق بشويه ديال الفلفل الاحمر والليمون المصير، وكنرجعوها تطيب فوق النار اللي تكون مهيله. بالنسبه لهاد الطاجين ما كياخذش وقت بزاف في الطياب، كنتسناو عليه غير كيف نشوفوا بطاطا كملت الطياب ديالها، وكنتسناو حتى كيتشرب مزيان داك المرق ديالو، كنطفيو عليه نقدموه بالصحه والراحه. نتمنى هاد الفكره اللي قدمت لكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم. يمكن لكم تقدموه للغدا مرافق مع شي حاجه اولا غير بوحدو، يمكن لكم توجدوه للعشاء. المهم كل واحد على حساب اللي بغى. نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبتكم ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك. الى الملتقى ان شاء الله في وصفات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.